أكون أو لا أكون، أنا متحدي الصعاب وحامل شعار العرب وإفريقيا في هذا المونديال. أنا الذي عقدت العزم على مقارعة الكبار والمضي قدما بعزيمة الرجال. أنا الأسد الأطلسي الذي أسمعت العالم زئيري بعدما قيل أن تألقي أمر محال، مدافعا عن قميص منتخب بلاده وطامحا لمواصلة الرحلة في كأس العالم. يدخل المنتخب المغربي لقاء ثمن النهائي أمام الماتادور الإسباني وعينه على خطف بطاقة تدخله تاريخ المشاركات العربية في المونديال، بعدما أصبح أول منتخب عربي يبلغ الدور الثاني في مناسبتين. الأداء الذي ظهر به أسود الأطلس في دور المجموعات رفع سقف التطلعات إلى ما هو أبعد من ثمن النهائي، بعدما تصدر مجموعة تضم منتخبات قوية، تعادل أمام كرواتيا وصفة بطل العالم، وفوز أمام بلجيكا ثاني ترتيب فيفا العالمي للمنتخبات، ثم فوز آخر أمام المنتخب الكندي الذي لم يكن بالخصم الهين. الأنظار تتجه إلى استاد المدينة التعليمية الذي سيحتضن قمة من العيار الثقيل، تعود بنا إلى الطبق الكروي الدسم الذي شهده العالم في آخر لقاء بين إسبانيا والمغرب في مونديال الدب الروسي، عندما فرض زملاء حكيم زياش التعادل على الماتادور، بل وكاد يعصف بهم خارج حسابات المونديال. المنتخب الإسباني بكتيبة متوازنة ومدرب يعرف جيدا كيف يوظف أسلحته يدخل مباراة المغرب وهو على دراية تامة بصعوبة المهمة، رغم امتلاكه لعناصر مميزة أثبتت أنها قادرة على الذهاب بعيدا في المحفل العالمي الحالي. وليد الركراكي وفي تحد حقيقي أمام منتخب مرشح للظفر باللقب، سيحتاج إلى ذكاء وذهاء مباراة كندا، ثم شجاعة لقاء الشياطين الحمر وعزيمة المشهد الختامي لدور المجموعات أمام كندا. عناصر إن توفرت في مقابلة مفصلية لا تقبل القسمة على اثنين بإمكانها أن تجعل راية المغرب ترفرف عاليا في سماء قطر. الخبرة متواجدة والجودة حاضرة في مختلف الصفوف بحكم تشكيل المنتخب المغربي الذي يتكون من لاعبين بارزين في مختلف الأندية العالمية. إسبانيا من أجل البقاء في مضمار المنافسة على النجمة الثانية، والمغرب لمحو الصورة النمطية للعرب بالاكتفاء بشرف المشاركة في عرس كروي لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 4 سنوات. حكيم الزاير عن قناتكم كرة وبس. إحصائيات القناة تقول أن 50% فقط من المتابعين هم مشتركون بالقناة، وهذا أمر محبط نوعا ما. اشتراكك بالقناة لن يستغل أكثر من ثانية واحدة، لكنه سيزيد من إصرارنا وعزيمتنا لتقديم الأفضل والأروع في المرات القادمة بحول الله.